يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد ضمان نادي الزمالك التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد القادم 25 فبراير في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر. وستقام المباراة في مدينة عنابة الجزائرية بسبب شروط الكاف، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتصدر نادي الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم يليه فريق أبو سليم الليبي في المركز الثاني ب9 نقاط، ثم سجراد الأنغولي في المركز الثالث ب4 نقاط، ثم سوار الغيني في المركز الرابع بدون نقاط. وسيخوض نادي الزمالك مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام فريق سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس، وستقام المباراة في القاهرة. وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك على جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة مع الفريق في المباراة القادمة في بطولة الكونفدرالية بعد تعافيه من الإصابة. كما كشفت الفحوصات المبدئية عن إصابة إبراهيم ندي في العضلة الضمة بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ليغيب عن الفريق في المباراة القادمة. وتأهل نادي الزمالك إلى ربع النهائي دون النظر لنتائج الجولتين القادمتين، متفوقا على فريق سجراد الأنغولي في المواجهات المباشرة في حالة وصول رصيد سجراد إلى 10 نقاط بالتساوي مع الزمالك. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة بالرغم من حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية قبل آخر جولتين، حيث ستحدد الجولتين القادمتين أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعة.